صباح الخير والسلام والجمال. الفيديو ده معمول للناس اللي بتفهم وعندها استيعاب فكري وعندها استيعاب جسدي وعندها عقل وعندها خلق عالي في الرد وفي التعامل مع الناس. يعني لو انت مش شايف حضرتك ان انت اهل لهذا الفيديو، ممكن تروح صفحات تانية كتير هتعجب حضرتك. في صفحات تانية كتير على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب هتلاقي فيها ضالتك المنشودة، ولكن أنا من خلال هذا الفيديو اللي بخاطب فيه النخبة، بخاطب فيه الناس اللي عندها استيعاب وهم عارفين نفسهم، يا ريت يعني يستوعبوا هذا الفيديو. لكن أنا مش داخل علشان أنا أدي لك نصايح وأنت تديني نصايح، معاذ الله معاذ الله، انا من انا وانت من انت. ولكن ما تدخلش تحرق دمي بكلام مش هيودي ولا هيجيب. يعني لو ما عجبش هذا الفيديو حضرتك، وخصوصا الناس اللي هتدخل انت تقول لي انت علماني، انت بتنجاني، انت ليبرالي، انت كسكاني، انت ارجوك عزيزي الفاضل، انا مش بدخل باذي حد في كلام، ولا بدخل لاي حد على فيديوهات بعقب على كلامهم او بنتقدهم لا بالايجاب ولا بالقبول. فحضرتك لو سمحت اذا لم يعجبك هذا الفيديو فحاول ان انت تعمل له هيدن. انا الفيديو ده هتكلم فيه على الاستاذه الهام شاهين اللي طلعت وادلت بتصريح بتقول ان المخرج اللي عمله ده غلط، ان هو ياخد كل العمال وكل الناس ويروح يصلي بيهم جماعه. ليه بقول ان ده غلط؟ اولا من الناحيه العلميه، انت ده مال ناس يا عم، دي فلوس ناس، ده منتج ومخرج وناس عمال وناس شغاله موقع تصوير وناس بتاخد فلوس، وفي ناس وراها مواعيد وفي ناس وراها شغل تاني وفي ناس وراها تصوير تاني وفي ناس وراها. يعني انت لو كنت مثلا اخدت نفسك ودخلت في الاوضه بتاعتك صليت لمده 5 دقائق كنت وفرت هذا الكلام وهذا اللت وهذا العجل. الناحيه الثانيه بقى اللي انا عايز اتكلم فيها ودي الاهم والاشد خطوره، ناحيه دينيه. انت كمخرج بتصور ناس راكبه على بعض وناس نايمه على بعض وناس طالعه من تحت السرير وناس راكبه فوق السرير، وواحد بيبوس وواحد بيحضن وواحد بيقفش وواحد بي علشان الرقابه على المصنفات ما تودناش بس في داهيه. تمام؟ ايه الازدواجيه اللي عندك؟ طب ما هو انت ممكن تتنازل عن مهنه الاخراج وتروح بقى تشتغل بقى شيخ جامع، امام مسجد، تصلي بقى وتصوم وتتعبد. ايه الازدواجيه؟ ما هذه الازدواجيه في الفكر؟ انت ازاي مخرج انت الا تعلم ان الصلاه تنهانا عن المنكر والفحشاء. تمام؟ الا تعلم ان الصلاه يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والفحشاء. انت الصلاه مش بتنهاك عن المنكر، انت خدت العمال ورحت بيهم، فيعني انت ده مال ناس وفلوس ناس واللي انت بتعمله ده غلط. يعني اللي انت بتعمله ده كان ممكن تصلي تأدي الفروض بتاعتك في وقت قياسي في اوضتك، كل واحد لو عايز مثلا يروح ما بين الفاصل خلص المشهد وروح اعمل اللي انت عايز تعمله. ولكن انت واخدهم كلهم معطل الدنيا ومعطل الناس على ايه؟ الازدواجيه في المعايير دي امتى هنبطلها؟ الناس اللي داخله برضه عماله تشتم في الاستاذه الهام شاهين، ما انتوا بتشاهدوا افلام في الهام شاهين، ما انتوا عمالين 24 ساعه شغالين على الهام شاهين وجنبيكم الصابون وجنبيكم البتاع وشغاله الدنيا زي الفل معاكم. ايه بتهاجموها على ايه؟ هي بتتكلم في الصح. هذه السيده انا شايف ان هي بتتكلم في الصح، زيها زي بالظبط مكبرات الصوت اللي بتكون على الجوامع. الشيخ الشعراوي قال هذه بدعه. هذه بدعة ان انت تكون نايم في بيتك وفي فوق منك مسجد او تحت منك مسجد وفي هذا المسجد ميكروفون كبير وتفضل بقى تسمع الصوت اللي هو الصوت العالي اللي اصلا بيؤديه اصلا مش مؤذن. ما ياما اتكلمنا في هذا الموضوع، ياما قلنا المؤذن لازم يكون حسن الصوت، رقيم الصوت، لازم يكون دارس مقامات موسيقية عشان يعرف يستلهم كلامك، لازم يكون صوته هادي وديع. الشيخ الشعراوي نفسه هذا الامام الجليل قال لك مكبرات الصوت بدعه. امتى هنفوق من هذه الغيبوبه اللي احنا فيها؟ اللي هيدخل يقول لي انت علماني، انت بتنجاني، انا ههين اللي جابه، مش هستنى انا على حد بعد كده. ادخل عايز تتكلم بالفكر وتتكلم بالمنطق وتحاسبني بالفكر وفي المنطق على راسي. مش عاجبك روح في اي مكان تاني شوف لك اي حد تاني اتكلم معاه. انا خلاص ما بقاش عندي ملكه ان انا افضل اهاتي معاك وتهاتي معايا. هتغلط فيا وهتتجاوز هدخل عليك